بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان لماذا تنجح العلمانية في أوروبا والغرب وتفشل في العالم الإسلامي؟ بل إن بعض الدول المسيحية مثل روسيا أو بريطانيا رفضت الأخذ من مبدأ العلمانية أصلا. يعني رئيسة الكنيسة في بريطانيا هي الملكة أو الملك، يعني إذا كان ذكرا. فما السبب أنه بعض الدول أخذت بالعلمانية وبعض الدول رفضتها؟ لماذا نجحت في بعض الدول وفشلت في دول أخرى؟ وما هي العلمانية وكيف نشأت؟ تعالوا نبدأ ونرى. أولا نبدأ من مصر. الانقلاب العسكري في مصر الذي قاده السيسي هدفه الأساسي هو تنصيب حكومة علمانية لمصر يقودها السيسي بديلا من الحكومة الإسلامية التي كان يقودها الرئيس محمد مرسي رحمه الله. فخرجت المظاهرات، الشعب المصري انتخب حكومة إسلامية وبرلمان إسلامي. ولما خرجت المظاهرات ضد الانقلاب العسكري كان من أبرز شعاراتها مصر دولة إسلامية وليست علمانية، وكانت في أغاني كثيرة المتظاهرون ضدها حول هذا الأمر. كي نعرف قصة العلمانية لابد نبدأ بسنة 0 ميلادية. سنة 0 ميلادية اللي هو يفترض مولد عيسى عليه السلام أو المسيح. كان هذا هو فيه الدولة الرومانية. سيدنا عيسى عليه السلام ولد في فلسطين هنا. طيب عاصمة الدولة كان فين؟ في روما في إيطاليا. وهنا هنجد أنه أصبح في عاصمة سياسية وإدارية واقتصادية للدولة اللي هي روما، مقابل عاصمة دينية اللي هي فلسطين أو الأراضي المقدسة. وهيبدأ الصراع بين العاصمتين. فمنذ اللحظة الأولى كما سنجد في سياق العرض في العالم المسيحي الغربي يا إما الدولة يا إما الجنة. فالدولة روما، لو أنت عاوز الحياة الدنيا ما عندك روما، لو عاوز تدخل الجنة فعليك بالأراضي المقدسة. وهما طرفان متناقضان متصارعين. المسيحية بتقدم قوانين أنه القتل حرام، استعباد الناس وإذلهم حرام، بينما الحاكم أو الإمبراطور في روما كان يقدم نفسه على أنه الإله أو روح الإله أو روح الإله حلت فيه أو ابن الإله أو في مجموعة آلهة. وكان هناك الزنا، هناك الشذوذ الجنسي، هناك الخمور، قتل الناس العبيد وغيرهم يعني في المصارعات الرومانية، فرض الضرائب. ففي قانون نظام حياة بتقدمه روما ونظام حياة بتقدمه فلسطين. نظام الحياة اللي يقدمه فلسطين بيقول لك هذا سيدخلك الجنة، ونظام الحياة اللي في روما بيقول هذه الإمبراطورية الرومانية. طبعا المسيحية الأصلية كانت تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. بدأ الرومان يشنوا حملات على فلسطين وضد المسيحيين وحدث الصراع. هذا الصراع سيظل معنا حتى العلمانية اللي هي العلمانية بتقول إيه؟ احنا الحياة الدنيا، أما الآخرة دي فانساها يعني، أو كل واحد حر مع نفسه. لذلك هتجد المسيحية بتقول إيه؟ احنا هدفنا إدخالك الجنة. طب بالنسبة للدنيا قالوا لا، الدنيا دي حياة ملعونة والزواج ده عمل مرذول ومكروه. هكذا ترى المسيحية إن الأصل ألا تتزوج، الأصل ألا تأكل، الأصل ألا تستحم، يعني تظل وسخا وقذرا. ولذلك الرهبان يتباهون بالوساخة وبأنهم لم يستحموا لعدة شهور وبأنهم لا يأكلون ويعذبون أنفسهم إلى آخره. فهتجد الصراعين دول منذ اللحظة الأولى. بدأ طبعا في انحرافات، المسيحية بتنحرف والإمبراطورية الرومانية بتنحرف. استمرت الحرب العسكرية قتل وذبح بين الطرفين إلى نحو 300 عام. يعني حتى الجنود الرومان بعضهم كان يعتنق المسيحية. ما هو اللي حصل، الدولة الرومانية فيها ظلم فيها قتل. الإمبراطور يأتي من يغضب عليهم يقتلهم. يأتي لكل شعوب الإمبراطورية عبيد، يعني بالضبط كوضع أمريكا أو وضع بريطانيا. بريطانيا كانت تحتل الهند، ولكن الهنود ليسوا مواطنين إنجليز ولا يحق لهم دخول بريطانيا ولا الاشتراك في الحكم ولا غيره. ففي طبقة الأسياد اللي هم الإنجليز وطبقة العبيد اللي هم الهنود أو المصريين، احنا احتلنا من بريطانيا. ولا سبيل ان انت تنتقل لطبقة الأسياد لأنك لست إنجليزيا يعني. طيب فنتج عن ذلك انه بدأ الجنود يدخلون المسيحية، المظلومين يدخلون المسيحية. المسيحية كانت بتقدم الأمل للضعفاء والمظلومين والمقهورين
في هذه الامبراطوريه. فبدات المسيحيه تنخر في الامبراطوريه من اسفل لحد ما جه الامبراطور اللي هو اسمه قسطنطين، اللي نقل العاصمه الى القسطنطينيه اللي اصبح اسمها اسطنبول. وده قرر انه يعتنق المسيحيه عام 313 ميلاديه. ففي صدام مع المسيحيه 300 عام. طبعا هو اعتنق المسيحيه كمساله براجماتيه انه يجاري التيار السائد، ولا انه كان مقتنع بهذا مش موضوعنا. المهم وهو بيعتنق المسيحيه هو ومن بعده عقدت للأباطرة، عقدوا مؤتمرات إلى آخره. هذه المؤتمرات أدت إلى تحريف الديانة المسيحية. كان في الديانة المثرية اللي هي يعني شالوا اسم المصرية، حذفوا اسم المثرية ووضعوا اسم المسيحية، فأصبحت المسيحية الموجودة. فالمسيحية الموجودة حاليا هي في الحقيقة ديانة وثنية تقوم على تعدد الآلهة، 3 آلهة، إلى عبادة الأشخاص، البابا، القديسين. بتعبد أنت قبور، بتقعد تعبد عظمة وقبر يا شخص حي يا شخص ميت يعني. المهم ليس هذا موضوعنا، بس ده هيؤدي إلى هذه عملية توثين المسيحية، توثين يعني من الديانة الوثنية، هيؤدي إلى العلمانية بعد ذلك. طب هيحصل إنه الإمبراطورية الرومانية هتقسم إلى شرق اللي هو بيضم تركيا واليونان والبلقان ومعهم مصر والشام، وغرب اللي هو روما وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا إلى آخره. هذا الانقسام بدأ عام 285 إلى 476. طيب إيه اللي حصل يا جماعة؟ الإمبراطور قسطنطين لما نقل العاصمة إلى القسطنطينية، وهي ليس لها مكانة دينية لأن كانت قرية، لكن كان أصبح العاصمة الدينية فين؟ في روما، لأن هناك يقولون هناك ضريح القديس بطرس أحد تلاميذ المسيح، وهو اللي نقل المسيحية. فأصبح في عاصمة سياسية وعاصمة دينية. طيب وبعدين أصبح فيه انقسام سياسي. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث انهيار لهذه الإمبراطورية الرومانية الغربية. طيب لما حدث انهيار للإمبراطورية الرومانية الغربية، جه إمبراطور اسمه شارلمان. شارلمان ده كان في عهد الدولة العباسية مع هارون الرشيد يعني. حدث تفكك لهذه الإمبراطورية الرومانية لأسباب عديدة، من بينها المسيحية، لأنه حياة الرهبنة تقوم على الأنانية، إن أنا أدخل الدير وأبقى راهب وأدخل الجنة. طب وباقي البشر يولعوا يروحوا جهنم ولا يروحوا، أهم حاجة أنا شخصي. فالسلبية والانسحاب من الحياة العامة ده من أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية، اللي رسخ لها المسيحية المحرفة، الرهبانية التي ابتدعوها، اللي أنت تكون صالح والناس تفسد لا يهم، أهم حاجة أنجو بنفسك. عكس الإسلام اللي يقول لك لابد ليس أن تكون صالحا تصلي وتصوم، لا، أن تكون مصلحا تتصدى للفساد. ده فرض في الإسلام اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد القنوات الدينية اللي موجودة في العالم الإسلامي الآن وبتديرها المخابرات بتقوم على فكرة عليك بنفسك، اللي هي فكرة الرهبانية. خليك أناني، مالكش دعوة بالناس، سيبهم يولعوا، الخلاص الشخصي، لكن خلاص الناس أو الشعب أو الدولة تذهب إلى الجحيم. طيب لما انهارت هذه الإمبراطورية قسمت بقى، مزقت دويلات، كل واحد واخد له مكان وقاعد وعامل دولة، أو حتى على مستوى مدن قرى إلى آخره، إلى أن جرى توحيدها. المنظر الكبير ده، كل الألوان دي كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة من سنة 800 ميلادية. طب وروما سقطت سنة كام؟ روما سقطت تقريبا 400 ميلادية. ففي 4 قرون، 400 سنة فوضى في العالم المسيحي، لا توجد دولة أصلا. المهم حصل توحيدها على يد شارلمان، وده طبعا امبراطور قوي جدا. شارلمان اتخذ مدينة أخن في ألمانيا الآن عاصمة له، هو راجل ألماني. طبعا ما كانش بقى حاجة اسمها ألمانيا وفرنسا يعني، فهو مقدس عند الألمان وعند الفرنسيين يعني. وطبعا هنا باريس هي ما تصبح فيها باريس. طبعا هو لما يموت هيقسم الإمبراطورية بين أولاده، فهيبقى في فرنسا الحالية. طيب فالراجل عمل الإمبراطورية الكبيرة دي. لما عمل الإمبراطورية الكبيرة دي ماذا أسماها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والاسم نفسه أدى للعلمانية فيما بعد. كيف؟ مفروض أنت هو بيقدم نفسه على إنه أنا روماني، أنا امتداد للرومانيين الوثنيين، وأنا مقدس لأني أنا أعبر عن المسيحية. فأصبح دخل الوثنية مع المسيحية معا. بالضبط يا جماعة كده، تخيلوا إن أبو جهل هو
في دولة عربية قائمة قبل الإسلام، وبعدين أبو جهل هو قائد الدولة، وبعدين قال لك والله من مصلحة تعتنق الإسلام، وإحنا الدولة بتاعتنا اسمها الإمبراطورية العربية، وجاء الإسلام فنضيف الإسلام فنسميها الإمبراطورية العربية الإسلامية. هتكون ماذا النتيجة؟ لما يجي الفرس يدخلوا الإسلام يقولوا دي اسمها العربية، إحنا ما لسنا عرب. لما يجي الأتراك يدخلوا الإسلام يقولوا دي اسمها الإمبراطورية العربية، نحن لسنا عرب. وهيظل حكام الدولة ينظرون اللي هم المؤسسين العرب اللي هم على أنهم أعلى من غيرهم. ولذلك ستجد في الإسلام في إيه؟ في وصف لما قبل الإسلام بالعصر الجاهلي، وفيه الإسلام وفيه الجاهلية، فلا يوجد مفاخرة بالجاهلية، في مفاخرة بالإسلام فقط. والدولة التي قامت دولة المسلمين، دولة الخلافة الراشدة، والحاكم اسمه أمير المؤمنين وليس أمير العرب. فأصبح ممكن أمير المؤمنين يكون عربي، ممكن يكون كردي، ممكن يكون تركي، ممكن يكون بربر، إلى آخر ما هنالك. لكن هذه التسمية اللي هي حملت متناقضين، المسيحية اللي هي ديانة سماوية مفروض أنها الإسلام في صورته قبل تحريفها، ومعها الوثنية، فبدأ شوفوا الصراع شغال إزاي. فهنا أصبح فيه صراع على مستوى العقيدة، يعني أنت مسيحي ولا روماني وثني؟ اختار. وده زي اللي يقول لك إيه، أنا قوم عربي. يعني إيه أنت قوم عربي؟ يعني نحن أحفاد أبو جهل وأبو لهب وأنا مسلم. لا، ما هو تختار، يا أنت أحفاد، يا أنت مسلم، يا أنت أحفاد أبو جهل وأبو لهب، لا يجتمعان يعني. طيب نشأ مشكلة أخرى، صراع آخر. شارلمان ده عمل إيه؟ راح خد بعضه وتوجه إلى روما عند البابا، وقال للبابا كي يكون إمبراطور مقدس أنت نصبني، فالبابا نصبه. طيب فأصبح عندنا عاصمتين في الدولة هيتصارعان بقى. الإمبراطور كل شوية يدخل في حرب مع البابا، والبابا يدخل في حرب مع الإمبراطور. كل ما يتغير إمبراطور، من الرجل رقم واحد؟ الإمبراطور يقول أنا رقم واحد، أنا صاحب الجيش والمال والنفوذ والإدارة. والبابا يقول لا، أنا رقم واحد. فأصبح فيه رأسين للدولة. وطبعا احنا كما نعلم في القرآن الكريم لو كان فيما آلهتان أو أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض. فهنا بنجد هذا الصراع. التاريخ كله يعني تقريبا 1000 سنة، التاريخ الأوروبي كله حرب أهلية. يأتي مثلا فلان يتمرد هنا، ضوق أو رئيس مدينة أو مقاطعة، فيتحالف مع البابا ويضرب في الإمبراطور. فستجد غزوات متبادلة كثيرة جدا. طبعا المشكلة الكبيرة هي مشكلة البابا أو ما يسمى بالولايات البابوية اللي هي بالأصفر في إيطاليا. البابا لا عاوز يكون حاكم، يعني لو البابا أعلن نفسه إمبراطور خلاص كان هو الحاكم السياسي والحاكم الديني وخلصنا. لكن البابا يقول إيه؟ أنا البابا ولن أحكم. هو فقط يحكم إيه؟ حاجة اسمها الولايات البابوية اللي هي باللون الأصفر حول روما. وقالوا إن هذه وقف أرض منحها الإمبراطور قسطنطين للكنيسة، يعني كانت ملكه وكذا. صح خطأ مش موضوعنا. فأصبح في قوتين، القوتين دول متنازعتين. فهنا يا إما الدولة يا إما المسيحية أو الكنيسة، التناقض مستمر. طب الحروب التي لا تتوقف بين الطرفين أدت إلى إفقار السكان، لأنه كل ما محتاج حرب محتاج أموال تصرفها على العساكر والجند، ضرائب أكثر. فالإمبراطور في الألماني يفرض أموال وضرائب كيمول الحرب، والكنيسة تفرض أموال وضرائب كيمول الحرب. فالسكان طلع روحهم، اتبهدلوا بهدلة شديدة جدا. طبعا هذه الحروب الكثيرة أدت إلى فقر للشعوب، بمعنى أن الحرب الإمبراطور بيفرض ضرائب كيمول الحرب، في عساكر وجنود يحتاجون مرتبات وطعام وإمدادات وانتقال في مساحات كبيرة. ودي خلي بالكم هنا جبال الألب صعبة جدا. ما هو جبال الألب دي أيضا لعبت دور في العلمانية، أنه الإمبراطور كل ما يجي يجتاز جبال الألب قوات البابا تتصدى له أو الحكام الموجودين هنا، فالجيش يفنى وأحيانا يتمكن من العبور ومأساة. فأدى هذا إلى فقر شديد جدا في الإمبراطورية الرومانية. أيضا هنا البابا اهوت وهنا الإمبراطور، والاثنين بقى 1000 سنة من خناقات، حروب لا تنتهي. طيب السكان طبعا بيدفعوا التكلفة. ما الذي جرى؟ بقت الناس خلاص كرهت نفسها بقى. الوضع ده وضع كارثي، لابد فيه رأس في الآخر تنتصر، إما الدولة وإما المسيحية أو الكنيسة. يعني الكنيسة عاوزة فلوس، فكانت بتصادر ممتلكات الفلاحين. يجي الفلاح يموت، فالكنيسة تقول له كي تدخل الجنة أعطينا، تنازل عن ممتلكاتك. فيتنازل عن إيه؟ ممتلكاته. طيب الكنيسة طبعا كانت بتمارس التعذيب، لأن كانت بتاخد ضرائب، بتاخد ضرائب من الناس وأموال وكذا. تجي أنت تفاجأ
ان الكنيسه جايه تاخد 20% من اموالك وتاخد اموال اخرى الى اخره. الاكثر بقى انه حصل حاجه اسمها صكوك الغفران. صكوك الغفران الكنيسه قالت هنبيع الجنه بفلوس، انت عاوز تشتري مساحه قد ايه من الجنه، مساحه دي ادفع والله مثلا كيلو ذهب، وهكذا يعني. وده كان الهدف ان هم يبنوا كنيسه اسمها كنيسه القديس بطرس، اللي هي هذه اللي هي فيها مقر البابا في الفاتيكان الان. الكنيسه دي يا جماعه استمر بنائها من 1503 ميلاديه الى 1590، يعني 90 سنه، فكلفت اموال ضخمه جدا. الكنيسه تفرض ضرائب، هات صكوك الغفران، انظروا دي البابا هو بيطل من هذه الكنيسه، البابا الحالي اهي اللي هي الفاتيكان يعني. طيب نتج عن ذلك انه الناس كرهت الكنيسه، ما زهقنا بقى ضرائب وممتلكات. ولما الكنيسه قعدت تصدر اراضي الفلاحين، اصبح الفلاحين شغالين عبيد عند الكنيسه او عند الامبراطور الى اخره. الانسان الاوروبي كان متوسط الحياه 40 سنه، 40 سنه ويموت. 40 سنه ده عجوز، انا الان عمري 40 سنه، تخيل بقى ان واحد بيموت في سن كده، يقولوا شيخوخه هو في سني. فكانت حياه كارثيه بائسه. في تصادف بقى الايه المصائب لا تاتي فرادى، انما نشبت حرب ضخمه بين العالم الاسلامي ممثل في الدوله العثمانيه في عهد السلطان سليمان القانوني، هو سليم الاول وبعدين سليمان القانوني، والامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي كانت بتضم هذه الدول: البرتغال، اسبانيا، ايطاليا، النمسا، تشيك، المانيا، هولندا، بلجيكا، وصقليه. احتلوا تونس واحتلوا الجزائر واحتلوا سواحل المغرب. ودي كان الامبراطور اسمه شارلمان. شارلمان كان ملك اسبانيا اللي هو ورث اللي احتلوا الاندلس. كان هو بقى ايه، جده مش عارف ملك امبراطور هولندا، وخالته ملك النمسا، وابن عمته يحكم جنوب ايطاليا، وابن خالته في جزيره المهم هو حدث انه ورث كل هذه الممتلكات، فاصبح الامبراطور اسمه شارل الخامس. وده اللي هزمه خير الدين بربروسا. خير الدين بربروسا طبعا كان بيخرج بالاساطيل الدوله العثمانيه، وبعدين يحاربهم في اوروبا، في تونس، في الجزائر. الدوله العثمانيه امدت المغرب بقوات وضباط واسلحه، الاغاره على شاطئ اسبانيا لانقاذ المسلمين. فالحرب دي كلفته اموال ضخمه جدا وحدث افقار في الدوله. شوفوا الدوله بتنفق على اكثر من صعيد مالي، في ازمه اقتصاديه. الحياه البائسه دي تؤدي الى ثوره، ولكن اي ثوره كي تقوم تحتاج الى ايديولوجيا. يعني احنا خلاص هنثور، هنسقط الحكومه القائمه، بمن سناتي؟ انتوا ما برنامجكم للحل؟ ففي تلك الفتره ظهر واحد اسمه مارتن لوثر، اللي هو هذا الشخص اللي اسس المذهب البروتستانتي. فمارتن لوثر قال انه الكنيسه دول شويه حراميه ونصابين ياخذون اموالكم. الانجيل والكتاب المقدس ليس فيه كنيسه وليس فيه بابا. طيب الجماعه الفلاحين مستفيدين من ذلك لانه هتسقط عنهم الضرائب، وايضا الارض اللي كان بياخدها الكنيسه لن تاخذها. يتخيل انت النهارده احنا في حاله فقر مدقع، وبعدين وده حدث في بلاد يعني لما قامت ثورات شيوعيه، يقول لهم احنا هنقسم اراضي الاغنياء عليكم، احنا هنعمل شيوعيه ما يبقى فيش اغنياء، هناخد كل ممتلكات الاغنياء اللي سرقونا. هو مارتن لوثر عمل نفس الموضوع، يا جماعه احنا هندمر الكنيسه وانتم سوف تستولون على هذه الممتلكات. طب الكلام ده حلال ولا حرام يا شيخ مارتن؟ قال لهم حلال، ده هذا هو الايه؟ الكتاب المقدس هو الذي يقول هذا. قالوا على بركه الله، احنا هندخل الجنه وهناخد الاراضي والفلوس، يعني هنكسب الدنيا والاخره. ده مارتن. الكنيسه كانت بتقول لهم ايه؟ يا اولاد 60 كلب، انتوا هتعيشوا في الدنيا حياه بؤس، واحنا بقى هنبقى ندخلكم الجنه في الاخر. فمارتن قال لهم لا، احنا هندخلكم الجنه وهنديكم الدنيا كمان، اللي هو المذهب الايه؟ البروتستانتي. طبعا الناس بتقول انه مارتن في خلفه مؤامره يهوديه، لانه مارتن هو اللي بدا يؤسس الى مساله انه المسيح ولد يهوديا، وانه اليهود اخوال المسيح، واليهود ولد من بني اسرائيل فيجب تقديسهم واحترامهم، وده اللي هيؤدي لاسرائيل. ولكن اذا افترضنا صحه هذا الزعم فانه اليهوديه ليست السبب، هي الكنيسه اللي فاسده والبلد فاسده. يعني دايما عود الكبريت ما بيعملش حريقه، لو كان في بنزين وجاءت ايه؟ عود كبريت، سيجاره، مين اللي عمل حريقه؟ ليس السيجاره، البنزين. طيب مارتن عمل جريمه كبيره جدا ادت الى العلمانيه، وهي انه قرر طباعه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي هو الانجيل والتوراه اليهوديه مع بعض، ده الكتاب المقدس المسيحي، ودي النسخه اللي طبعها مارتن لوثر. ايه الجريمه؟
في الإسلام أول آية في الإسلام اقرأ. طب عندهم في الكنيسة كان اللي يعني مسألة إنه من يقرأ الكتاب المقدس هم القساوسة. أي حد يقرأ الكتاب المقدس أو يطبعه يحرقوه، الحرق، ويبقى فيه عقوبة إعدام وبالحرق كمان. فكان خلاص الكنيسة محتكرة، إحنا نقف نقول لكم ماذا يوجد في الكتاب المقدس، القساوسة وخلاص. فالناس ما تعرفش، المسيحيين ما يعرفوش ما الذي يوجد أصلا في الكتاب المقدس. فمارتن كان يقول لهم إن الكنيسة حرامية ونصابين، وإنه ما فيش بابا، لا يوجد بابا في المسيحية. طبع الكتاب المقدس وقال لهم اقرأوا. ترتب على طباعة الكتاب المقدس كارثتين كبيرتين. وطبعا ليه هم كانوا بيمنعوا طباعته؟ لأنه دي تتعلق بتحريف قصة الخلق، اللي هو إن شجرة العلم اللي أكل منها سيدنا آدم، هو بزعمهم ربنا في القرآن بيقول شجرة، لكن هم يقولون إنه شجرة العلم، فلما أكل من شجرة العلم حدثت الكارثة. فالعلم في المسيحية مرتبط بالكارثة، فخلاص الناس لا تعلم. طيب لما مارتن لوثر طبع الإنجيل حدثت الكارثة الأولى، وهي نشأة اللغة الألمانية. اللغة الألمانية لهجة، لكن اللغة اللاتينية فيه إمبراطورية كبيرة. الإمبراطورية دي كانت بتضم أسبانيا، وبتضم سويسرا، وبتضم إيطاليا، وبتضم النمسا وألمانيا وما حولها ما عدا فرنسا يعني. هذه الإمبراطورية الضخمة يا جماعة كان اللغة الرسمية هي اللغة اللاتينية. في ناس بقى بتتكلم لهجة هيصبح اسمها فرنسية، لهجة هيصبح اسمها أسبانية، لهجة هيصبح اسمها إيطالية. لذلك كل هذه اللغات تسمى اللغات الرومانسية، يعني نسبة إلى روما، هي اللغة اللاتينية. فكان في لغة رسمية واحدة. هو لما طبع الكتاب المقدس طبعه باللهجة الألمانية كي يفهمه الألمان، لأنه هو كان ألماني. فهذا أدى إلى الكتابة بالألمانية، وأصبحت اللغة الألمانية، فأصبح فيه الشعب الألماني. ولذلك بقى تجد أنه خلاص ألمانيا بقى فيه شعب ألماني، وفي شعب أسباني وبيتخذ اللغة الأسبانية، وفي شعب إيطالي وبيتخذ اللغة الإيطالية، وبقى عندنا في شعب فرنسي وله اللغة الفرنسية. وذلك مستحيل أوروبا تتوحد في دولة، لأنه أصبح فيه هويات ولغات. دول خطورة. وذلك تعدد اللغات في أي دولة يؤدي لانهيارها فورا، تقسيمها كارثة كبيرة جدا. انتبهوا لهذا. فهذه الكارثة السياسية اللي هو تقسيم الدولة، وطبعا ده هيستمر لفترة طويلة يعني. وبدأت تنتشر البروتستانتية. بقى أنت عندك تقسيم أوروبا على أساس لغوي، يستحيل أن أوروبا تجتمع. شوفوا احنا كنا بنقول أدي الإمبراطورية كان فيها هولندا، ألمانيا، تشيك، النمسا، إيطاليا، أسبانيا، البرتغال. ده كان دولة واحدة داخلها كيانات بس دولة واحدة، وكان في حروب صليبية وغيره يعني. لكن لما هو بقى عمل تعدد اللغات بقى خلاص هيبقى عندنا دول يعني. التقسيم اللغوي صاحبه تقسيم ديني، انه اصبح فيه البروتستانت باللون الازرق اللي اعتنقوا البروتستانتيه، مثلا بريطانيا، انتبهوا. وهنا بريطانيا اصبح فيه دوله بتحمل لواء الديانه الجديده اللي هي البروتستانتيه، وبقي الكاثوليك. وطبعا كان في بروتستانت في فرنسا ذبحتهم كلهم، ودي قصه طويله جدا. طيب فاصبح فيه تقسيم وحروب، وادى ذلك بقى الى حروب طويله ومذابح ودماء وكده. الأخ مارتن لوثر ده فيه حاجة عملها يعني في استشهاداته. قال إحنا لماذا هزمنا أمام المسلمين اللي هي الدولة العثمانية؟ ما هي الدولة العثمانية كما تشاهدون، شوفوا، انطلقت وأخذت البلقان الكاثوليكي، ثم دخلت على كرواتيا الكاثوليكية، ثم دخلت على المجر، وبل وصلت إلى النمسا، فيينا. فالسؤال لماذا انتصر علينا المسلمون؟ كما نحن نقول الآن لماذا انتصر علينا الأمريكان؟ ولماذا انتصر الإنجليز؟ نقول لأنهم مثلا نسائهم بتسير بدون حجاب في الشارع، فاحنا خلاص نجعل نسائنا تسير بدون حجاب. لأنهم يرتدون الجاكيت فنرتدي الجاكيت، لأنهم يرتدون البنطال فنرتدي البنطلون، لأنهم يرتدون القبعة فنرتدي القبعة. فمارتن لوثر قال أن المسلمين كان بيسموهم الأتراك ليس عندهم بابا، وليس هناك رجل دين عالم مسلم شيخ يقول أنه هو مقدس أو بينه وبين الله كذا، ولا هو بيبيع جنة ولا بيدخل جنة ولا غيره. فبدأ هو يستشهد سواء من الكتاب المقدس وسواء من إنه المسلمين عندهم وضع كذا كذا، والمسلمين ده ودول في وضع انتصار، فإحنا لابد نعمل زيهم. طبع الكتاب المقدس ونشره أدى إلى الطعن في صحته. الناس بقت تقرأ أمور في الإنجيل تجدها عكس بعض. في مرة المسيح يقول أنا الرب، وفي مرة يقول أنا عبد الرب،
ومسألة الله ثلاثة، وأصبحوا بدأوا أمور كثيرة جدا يجدونها غلط في الكتاب المقدس، فظهر حاجة اسمها نقد الكتاب المقدس. فده في النهاية أدى إلى انهيار المسيحية، والناس كفرت بالديانة المسيحية، فأصبحت المسيحية واهية. فهذا أدى إلى قيام بعد ذلك طبعا مع الفقر والجوع إلى آخره في فرنسا، وتحالف الكنيسة والملك مع الضرائب، فبقى فيه نقد إيديولوجي فكري إن الملك والكنيسة الناس دي على خطأ والمسيحية خطأ، وفي الناس دي حرامية وبيسرقونا باسم الدين اللي هو المسيحية اللي هي الخاطئة. فهنا قامت الثورة الفرنسية. مرة أخرى ناس بتقول إن اليهود لعبوا دور في الثورة الفرنسية والهدف تدمير الديانة المسيحية الكاثوليكية، لكن نرجع نقول إذا كان لليهود دور فهو دور الشرارة، لكن البنزين مين؟ المسيحية والنظام الفاسد الموجود في فرنسا. فطبعا ده أدى إلى النظام العلماني، ودول بقى دخلوا الكنائس تهديم وذبح في الرهبان والقساوسة. يعني كان في حاجة اسمها عصر الإرهاب، وقالوا يا جماعة إحنا كفرة، ما فيش حاجة اسمها إحنا علمانية، ما فيش حاجة اسمها دي. ما هي العلمانية بتقوم على أساس فكرة إيه؟ تصرف وكأن الله غير موجود. يعني أنت عاوز تقول إن الله غير موجود، اتفضل قول. عاوز تقول الله موجود ولكن لن ننفذ ما قال، وماله؟ ما أنت بتيجي تقول له مثلا إيه؟ هنطلع القانون الفلاني، هل هذا حلال ولا حرام؟ يقول لا، ما هو أنت بتقول له هل الله موافق على هذا القانون ولا لا؟ فالمسلم أو المسيحي، المسلم يقول لك طب ننظر في القرآن ونشوف القانون ربنا موافق عليه ولا لا، والمسيحي يقول لك طب ننظر في الإنجيل. العلماء يقول لك ما تنظرش، أنا لا يهمني ما لا يهم ماذا قال الله، أنا هختار أنا. فسواء الله موجود أو غير موجود خلاص والعياذ بالله هو كلامه مش هيمشي، إحنا هنمشي كلامنا إحنا. دي فكرة العلمانية اللي هو من الأرضية، إن الإنسان على الأرض هو اللي هيقرر ماذا يفعل وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنجد إنه إيطاليا وفيها روما وفيها الكنيسة لم تتحد أبدا وظلت مقسمة. شوفوا الكنيسة منع توحيد إيطاليا حتى عام 1871، واللي وحدها الماسونيين، وعملوا إيطاليا، وبعدين جم بالجيش من الشمال ودخلوا في روما واحتلوا الفاتيكان. وبعد ذلك بعدها تقريبا ب50 سنة 1929 موسوليني هيعمل دولة الفاتيكان وهيبقى فيه اتفاقية أخرى. فهنجد أنه حتى وجود الكنيسة والمسيحية منع وحدة إيطاليا حتى هزمت في معارك عسكرية. طب الدول الكاثوليكية أخذت بالعلمانية، لكن الدول المسيحية البروتستانتية لم تأخذ بالعلمانية. بريطانيا الملك أو الملكة حسب إذا كان رجل أو رجل هو نفسه رئيس الكنيسة، ولذلك هنجد أنه بيأخذوا بالعلمانية. لماذا؟ أولا بسبب الوحدة، أن العاصمة واحدة لندن، يعني الملك في لندن، رئيس الكنيسة في لندن، والملك هو رئيس الكنيسة، يعني هو الدولة وهو الكنيسة. فالكنيسة في خدمة الدولة والدولة في خدمة الكنيسة، بس هو الصح الكنيسة في خدمة الدولة. فاحنا لماذا ندمر المسيحية وهي هتخدمنا؟ يعني سنأخذ منها ما نريد ونرفض منها ما نريد. وذلك تنصيب ملكة بريطانيا اللي هي إليزابيث الموجودة حاليا تنصيب ديني، يعني في داخل كنيسة وقساوسة وأساقفة. اكتب على اليوتيوب تنصيب الملكة إليزابيث عام 1953 على اليوتيوب تجد هذا. روسيا أرثوذكس وعندهم نفس الأخطاء في الديانة المسيحية، بس العاصمة موسكو والبابا في موسكو والقيصر اللي هو الحاكم في روسيا في موسكو. فلذلك لم تقم ثورة دينية، لأن الكنيسة في خدمة الدولة، فيش تعارض. هو القيصر بيقول للبابا أصدر فتوى بكذا، حاضر. اسكت عن الموضوع الفلاني، حاضر. طيب ما الذي جرى بقى في النسبة العلمانية؟ الأوروبيين لما اكتشفوا أن المسيحية خطأ، احنا هنكفر بالديانة المسيحية فنحتاج دينا آخر. الدين ده تسميه شيوعية، تسميه ليبرالية، تسميه رأسمالية، أي مذهب أيديولوجي هو دين وإن لم يتسمى بدين. يعني الشيوعية ما بتسمي نفسها دين، لكن هي دين، لأنه الإسلام بيقول في الله، الشيوعية بتقول لا يوجد إله. الإسلام بيقول في جنة ونار، الشيوعية بيقول لا توجد جنة ونار. الإسلام بيقول مثلا والله الزنا حرام، فالشيوعية تقول لا الزنا حلال، وهكذا. الإسلام يقول إنه الزكاة كذا، الشيوعية تقول لا العكس. توزيع الميراث أو الأراضي في الإسلام فيه الملكية الخاصة في الإسلام، الشيوعية تقول لا. فالإنسان لابد يعيش بدين، اسمه الشيوعية، اسمه رأسمالية، اسمه ليبرالية، اسمه إسلام، هندوسية، مسيحية، لابد يعيش بدين. لا يوجد إنسان بدون دين، حتى الإلحاد دين، لأنه بيقدم نظرية من أين جاء الكون وكيف أتينا الأرض، من خلقنا، صدفة ولا الله خلقنا، ولما نموت أين سنذهب.
فالجماعة الأوروبيين الكاثوليك دول اللي كفروا بالمسيحية عاوزين يختاروا دين، لابد يختاروا دين، حاجة إجبارية يعني. فنروح نعتنق الإسلام؟ لا، ده دين الأعداء، ما ينفعش أنت تعتنق الإيه؟ الإسلام. يعني بالضبط كده احنا اكتشفنا الإسلام غلط، طب وبعدين إسرائيل متقدمة هسه، طب احنا نعتنق اليهودية؟ لا، نعتنق دين العدو الإسرائيلي، نبحث عن دين آخر بقى. فهو ده اللي حصل، نروح بقى الفرعونية، الكونفوشيوسية، أي حاجة يعني. فالأوروبيين ماذا فعلوا؟ عملوا حاجة اسمها الإحياء. قالوا ننبش ونطلع. احنا قبل المسيحية كنا ايه؟ كنا الامبراطورية الرومانية. ما هم بقى جزء من المسألة ان احنا لما كنا كفرة الأوروبيين كنا عاملين الامبراطورية الرومانية. طب ولما دخلنا المسيحية كانت حياتنا بائسة وحرب وجوع وفقر. فعملوا حاجة اسمها الإحياء. قالوا هنرجع للعصر الايه؟ الروماني واليوناني. فبدأوا ادي في العصر الروماني بقى التماثيل العارية، النسوان والرجالة، الملابس، النساء في الشوارع. لما تسير في الشوارع تجد النساء بتلبس فوق الركبة ولا الساقين والكذا. ده كله عودة للرومان واليونان، يعني ده مش ليس تقدم للأمام، لا هو عودة للخلف اللي هو للرومان واليونان يعني. فبدأوا التماثيل دي أثرية موجودة. حتى مثلا مسألة الشذوذ الجنسي ادي عندهم في اليونان والرومان. فهم مش بيطلعوا لقدام، هم بيرجعوا لورا ما قبل المسيحية. نأتي العلمانية والعالم الإسلامي، سنجد أنه تاريخ الإسلام عكس تاريخ المسيحية تماما. يعني هذه جزيرة العرب قبل الإسلام، ماذا كان فيها؟ لا شيء. قبائل في الصحراء في حالة جوع وفقر شديد، متناحرة تتقاتل، لا قيمة لها، لا توجد دولة. فالإسلام هو الذي بنى الدولة عكس المسيحية. المسيحية جاءت وفي دولة قائمة وبدأت تدخل في صدام معها، وبعدين الدولة حرفت المسيحية، فحتى الدولة لما أخذت بالمسيحية المسيحية أدت إلى انهيارها. وهتستمر يا إما الدولة يا إما الإيه؟ المسيحية، يا إما الدنيا يا إما الجنة. لكن في حالة الإسلام لا، ده أنت كنت في حالة فقر وجوع ولما تموت هتدخل النار. طب جه الإسلام قال إيه؟ ده عمل لك دولة وخلى لك هتعيش في الدنيا سعيد، ولما تموت تدخل الجنة، يعني أصبح الدنيا والجنة مع بعض. طيب احنا هنأخذ هنا ما قاله يزدجر القائد الفارسي لما جيوش المسلمين خرجت من مدينة ومكة وكل الجزيرة العربية وراحوا يفتحوا العراق وكان تحت سيطرة الفرس. هنأخذ حدث حوار بين الصحابي سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وبين القائد الفارسي يزدجر. القائد الفارسي يزدجر قال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا منكم ولا أسوأ ذات بين منكم. على طول في حروب بينكم تكرهوا بعض. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفونكم. يعني لما القبائل العربية تحب تعمل غارات على بلاد فارس ولا كذا، فيروح يكلف حاكم مدينة صغيرة كده يقول له راح أدب لي شوية الهمج اللي عايشين هنا كده. يعني ما كانش يستحق ان كسرى الامبراطور نفسه يخرج ليقاتل العرب القبائل دي، لا هو كان اي حاكم كده في مدينة عراقية يذهب يؤدبهم يعني. لا تغزوكم فارس ولا تطمعون ان تقوموا لها. يعني لا فارس كانت بتروح تطعم في بلادكم لانه لكم فقيرة جدا. المهم تحدث سيدنا المغيرة بن شعبة حوار طويل هاخذ منه بعض العبارات. فقال: ايها الملك، ما ذكرت من سوء الحال فما كان أحد أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه جوع أحد. احنا كنا جعانين جوع شديد جدا، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب الحيات الثعابين. ناس تعيش في الصحراء لا زرع ولا ماء ولا أكل، أبلغ خنفس كل وإلا تموت. تمام؟ ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، لم يكن لنا بيوت حتى تنام على الرمل، يعني تفترش الأرض تلتحي في السماء، اللحاف بتاعك البطانية هي السماء. ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وشعر الغنم. وبعدين كان يقول: كان ديننا أن نظلم وأن نقتل بعضنا بعضا. طيب لما جاء الإسلام قال حديث طويل إن الإسلام أسس لنا دولة، جعلنا أغنياء، جعلنا أقوياء، جعلنا نحب بعضنا البعض إلى آخره في الوصف. فهنا أنت بتبحث عن الدنيا، خلاص الإسلام هيعمل لك الدنيا. عاوز دولة قوية، الإسلام عمل لك الدولة القوية. فكانت النتيجة هي دي في غضون 40 سنة. تخيلوا 1 هجرية
كان دي مساحة الدولة. 40 هجرية نهاية الخلافة الراشدة كانت الدولة فين؟ من عند بخارى وسمركند وكابل وكل هذه وحتى أرمينيا وجورجيا، أذربيجان، دي بلاد حالا مسيحية، وقبرص. كل ده كان العالم الإسلامي في 40 سنة فقط. فالإسلام عمل إمبراطورية ضخمة جدا، وهم الناس اللي كانوا كفروا وبيقاتلوا بعضهم البعض أصبحوا هم الصحابة، وأصبحوا هم الحكام والولايات على هذه البلاد. وطبعا البلد بقى فيه أمان وفيه رخاء وفيه دولة كبيرة. هنجد مثلا الأمويين، أدي عهد الدولة، المسلمين في عهد الدولة الأموية، من باريس فرنسا وأسبانيا إلى الصين كاشغر. الأتراك، حتى لما الأتراك دخلوا الإسلام بنى لهم دولة ضخمة جدا، دولة السلاجقة. فبقى يصبح السلاجقة دول يحكموا سوريا والشام وفلسطين وحتى مكة والمدينة، بس يعني تمددوا بعد ذلك إلى مكة والمدينة. فأصبح واحد تركي قادم من كازاخستان بيحكم مكة والمدينة، وبعد كده حكموا مصر، بقى في دولة المماليك. فيأتي واحد تركي بطوله كده ويدخل أنا مسلم، فالإسلام يجعله يحكم مصر. وفي يعني أكثر من كده، ده حتى لو واحد ملحد يقول لك وماله، ده أنا استخدم الإسلام ده لأنه بيجعل لي دولة كبيرة جدا ودولة ضخمة، وبيجعل فيها اقتصاد وحضارة وازدهار، وبيجعل فيها نظافة، لأنه الأوروبي اللي كان لا يستحم وتجيله الأمراض ويموت، لا، أنت الشعب بتاعك بيتوضأ كل يوم 5 مرات وبيستحم ويغتسل، وفي أمان، والسرقة حرام. يعني مسألة مفيدة للشرطة والأمن والقضاء والصحة وأمور الإدارة. أدي الإسلام أيضا بنى الدولة العثمانية. طيب هنيجي بعد كده، أدي الإسلام دولة الدولة الأيوبية، دي اللي حكمها المسلمين الأكراد، صلاح الدين الأيوبي وبعده. تخيل واحد كردي دخل مصر حكم كل ده. طب هم فين الأكراد النهاردة؟ ما هو هنا. لكن الإسلام عمل لهم دولة قد إيه؟ انظر. طيب تعالى البربر، المسلمين البربر، أدي دولة المرابطين، خلت المسلم البربر اللي كان في المغرب وفي موريتانيا يحكم كل هذا، وحكم الأندلس وهزم كل أوروبا. طيب لكن كيف دخلت العلمانية العالم الإسلامي؟ دخلت بالسلاح، يعني لم يعتنقها السكان، يعني ولدت فكريا ميتة ما اقتنع بها السكان، ما اقتنع بها المسلمين، ولذلك بتقوم انقلابات عسكرية كي تحافظ عليها. فهنجد ادي انقلاب عسكري ضد السلطان عبد الحميد 1908، ده بداية الحكم العلماني في العالم الإسلامي، اللي هو الانقلاب على السلطان عبد الحميد. فاللي حصل كما نشاهد هنا، أعمانويل كراسو كان محامي يهودي، وبعدين في شخصيات أخرى. فهنا انتفى خلاص، زمن الشريعة الإسلامية انتهى، وهيبدأ كل شوية ينتقص من الشريعة الإسلامية. فهي ولدت نتيجة انقلاب عسكري. ولما حكموا هؤلاء علقوا المشانق وزوروا الانتخابات، فهم أعطوا صورة سيئة، هم لم يستطيعوا إقناع الشعب بفكره. طيب احنا ذكرنا انه ادي الاتراك في ظل الاسلام، كانت الدولة الكبيرة ديت اللي احنا شايفينها، وهي الدولة الكبيرة دي كلها السلاجقة في ظل الحكم العلماني. هذه مساحة تركيا، مساحة تركيا تقريبا 800 ألف كيلو متر. طيب لما تركيا أخذت بالنظام العلماني كانت عملت إمبراطورية كبيرة، يعني راح النظام العلماني الحاكم في تركيا ده دخل ضم بلغاريا وضم رومانيا والمجر، وراح على وخد إيطاليا وخد اليونان، وبعدين خد كمان ضم مصر وضم الشام وضم العراق، ودخل إيران، ودخل في قلب روسيا، ودخل في أوكرانيا، وعمل إمبراطورية ضخمة. كانوا العالم الإسلامي كله هيقول إيه؟ ما أحلاها العلمانية. يعني كان الجانب الفكري لن يكون محل نقاش، بل هيقولوا طالما ان هي احنا بننتصر والعلمانية بتجعلنا ننتصر، اهلا وسهلا ناخذ بالعلمانية. لكن لعدم قيام تركيا ببناء امبراطورية في ظل النظام العلماني، ده جعل انه العلمانية لا تنتشر في المحيط الذي حولها. دائما ستجد النصر يؤدي الى اعتناق الناس لدينك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله أولا، إذا جاء نصر الله والفتح. 2، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخول الناس في دين الله أفواجا لاحق للنصر، وده هتجده في أي، شوفوا أهو روسيا الشيوعية. روسيا الشيوعية لما انتصرت في الحرب العالمية الثانية وضمت آسيا الوسطى وضمت المناطق هذه وضمت أوكرانيا وضمت كذا وضمت كذا، ما الذي حدث؟ أنا قرأت مذكرات الشيوعيين في مصر، قالوا إحنا اقتنعنا بالشيوعية لأنها أدت إلى انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية. ده الروس دخلوا برلين، فقالوا إذن الشيوعية التي جعلتهم ينتصرون.
إذا نحن كي ننتصر نعتنق الشيوعية. نفس الموضوع. فلو العلمانية انتصرت في العالم الإسلامي، يعني عملت انتصارات عسكرية، يعني لو تركيا سيطرت عسكريا على ما حولها كان العلمانية انتشرت بقوة جدا. طيب الأمر الثاني أنه البعض يقول حرب الاستقلال التركية. حرب الاستقلال التركية عام 1922، لكن الدستور اللي كان موجود في تركيا في ذلك الوقت هو أن تركيا دولة إسلامية، دينها الإسلام، القانون اللي بيحكمها الشريعة الإسلامية، وبتعترف بالدولة العثمانية وبأن في خليفة للمسلمين. فحرب الاستقلال التركية هي دمت في إطار إسلامي. طيب لما تركيا أخذت بالعلمانية هل فتحت أي بلاد مجاورة؟ لا. النقطة الأخرى أنه بعد ذلك كانت تقوم انقلابات عسكرية للحفاظ على العلمانية. كل الانقلابات العسكرية بنوع من الانقلاب كي نحافظ على العلمانية. فهذا جعل العالم الإسلامي يربط بين العلمانية والانقلابات العسكرية. العلمانية وغلق المساجد، العلمانية ويخلع الحجاب من على رأس المرأة وكذا. فطبعا لما جه أردوغان قدم مفهوم جديد للعلمانية، هو مش صح يعني، أنا رأيي إن هو مفهوم تحريف للعلمانية، بس هو يعني قال لك إيه المفهوم ده مفيد يعني، فهو قرر يغير مفهوم الإيه، يعني هو عمل في العلمانية نفس الدولة الرومانية عملته في المسيحية. الأمر الثاني في الإسلام هو إنه عنده بناء فكري وتصور للكون بسيط سهل صحيح تقوم عليه الأدلة العلمية. إنه القرآن الكريم من أول يوم أول آية اقرأ، عكس الكنيسة بتقول لك لو قرأت نذبحك. فهنجد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كل ما العلم يكتشف شيء نجده موجود في القرآن الكريم. ومسائل احنا خصصنا أمور حلقات لذلك، والعلماء المختصين خصصوا يعني حلقات. طبعا في علم كبير جدا في الإعجاز العلمي القرآن الكريم، وما استطاع الملاحدة استخراج خطأ في القرآن الكريم، ما استطاعوا استخراج خطأ علمي واحد في القرآن الكريم. فالإسلام عنده بنية متماسكة قوية جدا. طيب الأمر الآخر النظام الاقتصادي في الإسلام. الإسلام بيقول إيه؟ بيقول الضرائب اللي هي الزكاة في الإسلام 2.5%، بل بتنزل أقل من 2.5%، لكن الوقت لا يتسع، الحلقة غير مخصصة لذلك. فهتجد الثورات على الحكام المسلمين في التاريخ كله بيقولوا لهم انتوا لماذا زودتم الضرائب عن 2.5%؟ فالحاكم لا يستطيع أن يقول إن الزيادة حلال، لأنه يقول له هو أنت زدت عن 2، أنت خالفت الإسلام. فالشعوب تطالب بالعودة للإسلام، الحاكم ينحرف حتى لما يفرض انحرافه بقوة السلاح وبالشرطة والاعتقالات لا يستطيع يحرف الإسلام، عكس الكنيسة التي كانت تقول احنا بنخلي الضرائب 20% أو 30%، واحنا بقى احنا نيابة عن الرب فرضنا عليكم ضرائب. احنا بنشاهد في إيران يأخذون منهم الزكاة الخمس 20%، ده هذه سرقة يعني، سرقة باسم الإسلام، ودي الكارثة يعني. ولذلك إيران هي المؤهلة لثورة علمانية عكس العالم الإسلامي السني. طب حقوق المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام بتجلس في بيتها وتأخذ مرتب، زوجها ينفق عليها، أخوها ينفق عليها، أبوها ينفق عليها. طيب لما جم خدوا بالقانون الأوروبية قالوا للزوج لا تنفق على زوجتك. طب تجوع تبقى تخرج تضطر تعمل، تذهب إلى مطعم، بدل ما تقدم الطعام لزوجها تقدم الطعام ل100 رجل وهكذا. طيب الزوجة ليس لها حق في مسألة الخيانة الزوجية، يعني زوجها يخرج يخونها في القانون الأوروبي عادي جدا، حقه، أنا ذاهب أخونك مع امرأة أخرى عادي. لكن في الإسلام لو خان زوجته يأخذ إعدام. ولما ذهبت إلى بريطانيا وجدت إنجليزيات يعتنقن الإسلام كي يتزوجن بمسلم. لماذا؟ كي ينفق عليهن، مش محتاجة تروح شغل وتقف من 8 صباحا ل5 مساء والكلام ده كله، هي قاعدة مستريحة في البيت، حبت تشتغل ما تشتغلش يعني عادي، يعني مسألة رفاهية يعني. عكس في القانون الأوروبي المرأة لو لم تعمل تجوع، من ينفق عليها؟ لكن ولا أريد أن أخوض في حقوق المرأة كثيرا. أخيرا أقول عندنا مثلا في تركيا، بدأت تركيا تتقدم لما حكمها حاكم إسلامي اللي هو أردوغان. طيب يعني تركيا أصبحت من أقوى 20 دولة في العالم في الاقتصاد في ظل أردوغان اللي هو إسلامي وخريج مدارس أئمة وخطباء يعني. ده دكتور شيوعي مؤرخ شيوعي عندنا في مصر اسمه عبد العظيم رمضان، هو مات. كان يقول في مصر لا يوجد إلا 3 أشخاص يقولون إنهم علمانيون، يقول أنا والدكتور مراد وهبة والدكتور أحمد عكاشة اللي هو المستشار النفسي للسيسي ومات يعني. المهم يعني تخيل مصر طبعا فيها علمانيين كثر، يعني العلمانيين في مصر ممكن 15%، ولما نضيف المسيحيين 20%، لكن يخجلون من أن يقولوا نحن علمانيين.
ليه؟ لأنه لو كان قيم حكم علماني وعمل إمبراطورية كانوا قالوا نحن علمانيون. كان عندنا جمال عبد الناصر بيحكم مصر، هو كان علماني متطرف وعمل إعدامات للتيار الإسلامي، ولم يقل صراحة أنه علماني يعني. ولكن في عهده حصلت حروب مع إسرائيل، هزيمة يونيو 1967. في عبد الناصر لما كان يحب يشجع الجنود على الحرب مع إسرائيل كان يعطوهم صورة أم كلثوم، كل عسكري معاه صورة أم كلثوم وعسكري معاه صورة الرقاصة الفلانية. فكانت أم كلثوم ليس القرآن والإسلام هو الذي يجلب النصر، بل المغنية أم كلثوم أو المغنية ألف وباء. في ظل المغنية أم كلثوم مصر هزمت في حرب فلسطين 1948، هزمت في العدوان الثلاثي 1956، هزمت في يونيو 1967. يعني هزمنا 3 مرات في ظل كل ما أم كلثوم ترفع معنويات الجيش المصري البلد تنهار. طيب المهم مات جمال عبد الناصر وخلفه هذا أنور السادات، هو فاسد مثله وخمرجي وكل حاجة يعني. لكن أنور قال لن نستطيع الانتصار على إسرائيل إلا بالإسلام، فقدم نفسه على أنه رجل، هو سمى نفسه كده، سمى نفسه الرئيس المؤمن، وقال هذه دولة العلم والإيمان، وقال أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية. وفي الآخر خاض حرب أكتوبر 1973 وكان بيذهب لصلاة الجمعة إلى آخره يعني ليبدر. فاستطعنا أن احنا نعبر القناة ونحارب حرب أكتوبر 1973. فحتى ما يقال أنه نصر وحيد في تاريخ مصر ارتبط بالإسلام. وطبعا أخرج التيار الإسلامي من السجون، وفي عهده النساء تحجبت. فهذا يوضح لنا أن ارتباط قيام الدول في العالم الإسلامي كان الإسلام يقيمها. الانتصارات العسكرية كانت بفضل الإسلام، الرخاء الاقتصادي بفضل الإسلام. طيب الله موجود، في أدلة علمية أن الله موجود. أنت عاوز تدخل الجنة خليك مع الإسلام، يعني إذا أردت الدنيا فبالإسلام، وإذا أردت الآخرة فبالإسلام. فهذا جعل أنه العالم الإسلامي يرفض مسألة العلمانية عكس أوروبا الغربية، وعكس روسيا أو أمريكا أو بريطانيا اللي هي قالت لك خلاص والله المسيحية فيها خطأ فيها صح، ولكن بتفيدنا فنجعل الديانة المسيحية نأخذ منها ما نريد ونترك منها ما لا نريد. والآن إلى أهم المراجع في هذه الحلقة. المراجع: كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى تأليف الدكتور سعيد عاشور، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب معالم تاريخ وحضارة اليونان والرومان تأليف الدكتور ممدوح درويش مصطفى، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب اليونان والرومان تأليف عدة مؤلفين، وهو مسموع على اليوتيوب. كتاب التاريخ الأوروبي الحديث تأليف الدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور عبد العزيز نوار، وهو مسموع على اليوتيوب. مذكرات خير الدين بربروسا قائد الأسطول العثماني في البحر المتوسط في عهد السلطان سليمان القانوني، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ الدولة العثمانية تأليف المؤرخ التركي يلماز أستونة، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ الثورة الفرنسية للمؤرخ الفرنسي ألبير سوبول، وهو مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تأليف الدكتور عبد العزيز نوار والدكتور محمود جمال الدين، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب محمد رسول الله تأليف الدكتور محمد الصادق عرجون من علماء الأزهر. كتاب الدولة الأموية تأليف الدكتور يوسف العش، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ دولة السلاجقة تأليف الدكتور علي الصلابي، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ دولة المرابطين تأليف الدكتور علي الصلابي، وهو مسموع على اليوتيوب. كتاب تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية في قرطبة، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. كتاب الفاتيكان والإسلام تأليف الدكتورة زينب عبد العزيز، وهو كتاب مسموع على اليوتيوب. الفيلم الوثائقي مارتن لوثر الأمة الألمانية من إنتاج التلفزيون الألماني، وهو على اليوتيوب. الفيلم الوثائقي الألمان من إنتاج التلفزيون الألماني، وهو على اليوتيوب. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، أرجو أن تسمعوه، هتجدوا جانب كبير مما ذكرته خلال هذا السياق. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.